البنت دي دخلت منزل في توقيت متأخر جدا، وحصل معاها اللي محدش يتوقعه. كلنا نصلي على النبي، يلا بينا نبدأ. السلام موجودة؟ هي كانت موجودة بس مش عارف هي راحت فين يعني. طب ما تيجي تشربي حاجة طيب؟ طب هي موجودة ولا مش موجودة؟ لا هي مش موجودة بس تعالي اشربي حاجة طيب. أشرب حاجة؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا محمد؟ فاكر يا محمد أنت كده هتخليني أغير وجهة نظري فيك. أنا بحترمك على فكرة. أنا ما قصدتش حاجة على فكرة. خلاص يا محمد أنا هبقى أعدي عليها في وقت تاني. أنا بقول لك تعالي اشربي حاجة، وأنا قلت حاجة غلط؟ بس ادخل واقفل الباب يا محمد. والله ما أنا حلك، أنا تقولي لي اقفل الباب وراك. وحشتيني. هستناك النهارده. أكيد طبعا على ميعادنا النهارده. إيه هتودينا فين بقى؟ هنتقابل عندي في الشقة. شقة؟ شقتي؟ بس احنا ما اتفقناش على كده يا محمد. لا أنا كده هزعل. حماده هزعل وحش. يا ديشة بقول لك إيه؟ مش معايا كلام تاني. سلام. بتكلم مين ووشك مخطوف ليه كده؟ بصراحة أول بنت تطول معايا كده عنيدة ودماغها ناشفة. مين دي اللي عنيده ودماغها ناشفه؟ مش فاهم حاجه. اتفرج. سلتي ملتي. ايه رأيك بقى؟ شيل ايدك الوسخه دي من عليا. تمسح الصور والفيديوهات دي دلوقتي. ايدي وسخة وامسح الصور والفيديوهات. على فكرة أنا ما باكلش عيش غير من الفيديوهات والصور الوسخة. طب اسمع بقى يا صاحبي، طول ما انت ماشي في الطريق ده وفي السكه دي هتخسرني، ومش بس كده، انا اول واحد هقف في سكتك وهتبدا معايا حرب انت مش قدها. انا عايز اسالك سؤال، اللي انت بتعمله ده ترضاه على اهل بيتك؟ ترضاه على اختك؟ ايه؟ هو الكلام واقع منك ولا ايه؟ لا الكلام ما وقعش، وعارف انا بقول ايه كويس، بس اعمل حسابك لو عملت اللي في دماغك هتبدأ معايا حرب انت مش قدها. اعمل اللي في دماغي وهنشوف الحرب دي اخرها ايه يا مصطفى. ايه يا بنت؟ ايه يا محمد؟ ايه جاي ولا مش جاي؟ بص يا محمد انا هاجي، بس ممكن لو سمحت نتقابل في اي مكان عام. في مكان عام ايه وخاص ايه؟ انا بقول لك انا مستنيكي. زعلي وحش. وانا ما اقدرش ازعلك، بس انت عارف ان انا مش كده. انا مستنيكي. خلاص انا هقوم البس واجي دلوقتي، بس بشرط لما اجي هنقف على الباب بس اسلم عليك وامشي. بقول لك ايه، في غساله قديمه قدام الباب، حطيت لك المفتاح فيه عشان هنزل اجيب حاجه من تحت. قدام الباب على طول غساله. خلاص سلام. سلام. حماده الحق يا صاحبي. ايه؟ امك تاكسي خبطها دلوقتي ونقلوها على المستشفى. انا؟ امك انت. يا نهار اسود. استنى يا صاحبي اجي معاك. يا حلال وتستاهل كل خير. يا ربي انت مشغول مع مين ده وقته.
محمد 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 للأسف محمد مش موجود. امال انت مين؟ مش مهم انا مين، المهم ان انا جيت في الوقت المناسب قبل ما الامور تتطور اكتر من كده. يعني مسك عليك صور وفيديوهات، هيعمل بيهم ايه؟ انا هجيب لك حقك، ما تخافيش، طمني. بس انت عارفه باللي انت عملتيه ده، انت مش بس بتخوني ثقه اهلك، ده انت كمان بتخوني دينك. تقدري تقولي لي انت ليه عملتي كده؟ طب وانت عرفت كل الكلام ده منين؟ مش مهم، المهم ان انا عرفت، مش ده اللي انا عاوزك فيه. انا عاوز اقول لك كلام مهم جدا. اللي بيحبك يا بنت الحلال هيخبط على باب بيتك، مش هيسمح انك تبعتوا له صور ولا فيديوهات ولا الكلام الفاضي ده. حافظي على نفسك، وبعدين انت شكلك بنت ناس، مش وش الكلام ده. فاهمه كلامي؟ صدقني انا مش كده، بس ساعات الواحد بيضطر لحاجات، بس انا والله مش كده. لو تقدر تخلصني من الموضوع ده. بس خلاص، انا بس اتحطيت في الموقف ده غصب عني مش اكتر. لو على الصور والفيديوهات انا همسحها، بس بالله عليكي اوعي تعملي كده مره تانية. الحمد لله انا جيت في الوقت المناسب قبل ما العلاقه تتطور اكتر من كده. تقدري تتفضلي. مش عارفه اشكرك بس الشغل على كويس. فيفي احنا عيال صغيرة لسه غاشين. انت لسه شفت حاجة؟ بقول لك يا مصطفى، ما تيجي نتفاهم. البنت معاها فلوس حلوة، هننص سنة وانت فلوس؟ ماليش في فلوسك القذرة دي. هات الموبايل يلا، هات الموبايل. الصورة دي كام؟ بوش انت بوظت وش يا مصطفى. تفضل اللي انت بتعمله ده على اختك؟ تقبله على اهل بيتك؟ قلت لك هتدخل معايا حرب انت مش قدها. امسك. اللي عايز التكملة يا ريت تعملوا شير، توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وكلنا نصلي على النبي، وتوقعوا ايه اللي ممكن يحصل في الكومنتات.